منذ عقود اعتبر ملف السكك الحديدية في العديد من الدول النامية معياراً للتقدم من عدمه. لهذا نجد أغلب الدول النامية تتأرجح بين التبعية والجمود، لكن المغرب مختلف عن بقية دول القارة السمراء، فلقد نجح مؤخراً في تقديم نموذج فريد من نوعه من خلال رؤية طموحة وتعاون دولي مكثف مكنه من التحرر من قيود الماضي. تشاهدون في هذا الفيديو ردة فعل الإعلام التونسي على تطور الصناعة السككية بالمغرب، حيث تسعى المملكة المغربية إلى صناعة قطارات محلياً من أجل تقوية شبكة السكك الحديدية المغربية، بحيث تريد المملكة تحقيق تطور في البنية التحتية السككية من خلال ربط أكثر من 43 مدينة بشبكة سكك حديد سريعة. أضف إلى ذلك توطين صناعة القطارات محلياً من أجل الوصول إلى سيادة مستدامة في المجال السككي. أكثر من 43 مدينة مغربية من طنجة إلى الكويرة بشبكة سكك حديد سريعة وتوطين صناعة القطارات محلياً في إطار إلغاء التبعية وتحقيق السيادة الوطنية. منذ عقود اعتبر ملف السكك الحديدية في العديد من الدول النامية معياراً للتقدم من عدمه. لهذا نجد أغلب الدول النامية تتأرجح بين التبعية والجمود، لكن المغرب مختلف عن بقية دول القارة السمراء، فلقد نجح مؤخراً في تقديم نموذج فريد من نوعه من خلال رؤية طموحة وتعاون دولي مكثف مكنه من التحرر من قيود الماضي، وأنا أعني قيود المستعمر الفرنسي السابق الذي ظل يعتبر المغرب حديقته الخلفية لعقود بعد الاستقلال. ولكن بعد بروز ملامح البنية التحتية السككية فائقة السرعة في المغرب وظهور أولى الشركات المغربية لصناعة القطارات، كل هذا جعل العالم يغير من نظرته للمغرب. في مارس 2023 استضاف المغرب الدورة 11 من مؤتمر القطارات فائقة السرعة في مراكش، لتكون المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المؤتمر في أفريقيا، في رسالة واضحة بأن القطارات السريعة لم تعد حكراً على أوروبا أو آسيا. وان سيف 2040، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى ربط جميع المدن الأساسية في المغرب بخطوط السكك الحديدية وتحديث خدماتها مع تركيز خاص على القطارات فائقة السرعة، حيث يتضمن المخطط الشامل لهذه الشبكة إضافة ما يقارب من 1300 كيلومتر من خطوط القطارات فائق السرعة LGV التي تصل سرعتها إلى 350 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى تمديد 2800 كيلومتر إضافية من الخطوط التقليدية والوطنية السريعة.